دينا عبد العزيز الروماني الخبير في الاقتصاد الاجتماعي نلتقيه بعد قليل نناقش معه مسألة غلاء المعيشة. ابقوا معنا. إذا نستقبل الخبير في الاقتصاد الاجتماعي السيد عبد العزيز الروماني. دكتور أهلا بك معنا. أولا كل عام وأنت بخير. ولكم ولجميع المشاهدين الكرام. ما هي أسباب هذا الارتفاع في بعض المواد؟ مباشرة الأسباب متعددة الجوهرة، لأن لكل زيادة في الثمن سواء كانت خدماتية أو معيشية أو غذائية أو حتى في حياة الرفاهية فلها سبب. هناك أسباب ترتبط بالزيادة في الضريبة على القيمة المضافة اللي تفرضت من خلال القانون المالي الجديد. هناك أسباب زيادات بسبب الرفع ديال الدعم اللي كان كيوجهه صندوق المقاصه لبعض المواد الغذائيه بحال السكر مثلا. هناك زيادات بسبب رفع الرسوم الجمركيه في الاستيراد، يعني بحال اللي هضرنا على الشعير او الذره بالنسبه للقيمه المضافه، الضريبه على القيمه المضافه، ولكن بالنسبه للزبده بالنسبه لهذه الرسوم هذا اللي توحدوا احيانا وترتفع حتى ل 20%. وهناك زيادات بطبيعه الحال اللي تفرضت بسبب الالتزامات بحال مثلا الزياده ديال الماء والكهرباء. هناك التزام كان قامت به الحكومه وجهته لانقاذ المكتب الوطني للماء والكهرباء، وهذا المكتب هذا من طبيعه الحال تستمر على 3 أشهر والشطر الثاني غيدخل هذه السنه. اذا هذه الزيادات كلها بصفه عامه لكل زياده لها سبب، لكنها تبقى انها زيادات هناك فيها الخفيف وهناك فيها القوي، وهناك ما سيؤثر على الطبقه المتوسطه وهناك ما سيؤثر على الطبقه الضعيفه. لعلنا حري بنا ربما ان نستحضر كذلك بعض المواد والخدمات التي عرفت ارتفاعا مع بداية العام الجديد. من النهار الاول اللي هو اليوم الناس اللي سافروا في القطار راه لاحظوا واحد 2 دراهم زايده في القطار. مثلا اللي مشاو لمراكش من الرباط لمراكش 7 دراهم راه لاحظوها. الناس اللي سافروا مثلا للجديده كاين اللي قالها لي في التليفون توتالور كيقول لك راه 14 درهم بالناس اللي مشاو في الدرجه الاولى ما بين الرباط مثلا والجديده. كاين زيادات اللي هي كترتفع كل ما ابتعدت المسافه. هذه زياده انطلقت اليوم، يعني كاين الزياده ديال الشطر الثاني كما قلنا ديال الماء والكهرباء لن تمس طبعا الناس اللي ما كيستغلوش اكثر من يستهلكوا اكثر من 6 متر مكعب من الماء او 100 كيلووات. هادو ما كتمسهمش قل عفوا اللي كيستهلكوا قل او في حد هذا السقف. اما الناس اللي يستهلكوا اكثر، الاسر اقصد التي تستهلك اكثر، فستصيبها من طبيعه الحال الزياده. وهناك زيادات اخرى تمس المعيشه بحال السكر مثلا بسبب رفع الدعم اللي كان موجه السكر كان كيوصل الثقل على الميزانيه واحد 3 مليار مثلا. الان هذه الزياده اللي هي في السكر غادي تكون كما قال رئيس الحكومه كترتفع شهريا بواحد يعني 15 سنتيم، ولكن راه عندها من فخرة العام وغادي تستمر حتى ل 2017. اذا كتوصل حتى لدرهم و60 مثلا في الكيلو. هذه الزيادات هذه جات بسبب الرفع الدعم اللي وقلنا بانها غادي تجيب لخزينه الدوله واحد 2 مليار ديال الدرهم. هاد 2 مليار قسمتها الحكومه 2 مليار غيمشي للصحه، الجانب الصحي، لدعم المستشفيات، لدعم البنيه التحتيه، وجانب اخر للصندوق ديال التضامن او الدعم الارامل. اذا هذه زياده اصبحت واضحه، اصبحت مؤكده. هناك زيادات اخرى كثيره من طبيعه الحال قد تمس مثلا الزبده بسبب رسوم النشره، قد تمس بعض الاعلاف، قد تمس الشعير والذره اثناء الاستيراد ديال الضريبه. زيادات كبيره هي تبدو بسيطه لكنها انعكاساتها مثلا لما تقولي الشعير والذره قد تنعكس على ثمن الدجاج مثلا، لما تقولي الزبده قد تنعكس على بعض المصنوعات بحال الحلويات وغير ذلك. يعني هناك انعكاسات تتوارد. لما تقولي مثلا الزيادات التي تمس العقار مثلا، الناس اللي عندهم العقار ديال 25 مليون اللي كنسموه العقار السكن الاقتصادي، هادو في كل 4 سنين خصهم ياكدوا تواجدهم سكنهم في هذه المنازل، والا غيخلصوا 41,000 درهم كضريبه على القيمه المضافه بحال الا شراو السكن الان، يعني بحال لا تفرض عليهم السكن الشخصي مثلا اللي فوق 150 متر فيه زيادات، متر مربع اقصد فيه زيادات. هناك ايضا زيادات في بعض الخدمات اللي هناك زيادات على بعض الضرائب ديال المقاولات اللي غتاثر على بعض الخدمات وتاثر على النقل. اذا هناك زيادات بصفه عامه. الحكومه الان في توجهها كانت
ربما مضطرة بحكم الإكراهات، لكن هناك إكراهات أخرى ستواجهها هي إكراه الجفاف. إذا الثقل من الطبيعي ألا يكون على المستهلك، ألا يكون على المواطن، ولا بد من إجراءات يجب أخذها في هذا الاتجاه، خاصة أننا عرفنا أن الزيادة ديال الماء والكهرباء خلفت استياء في مدن كطنجة وتطوان، انعكاسها الآن على المواطنين بصفة عامة. هذا يؤثر فعلا في القدرة الشرائية، ويجب سلك إجراءات أخرى للتخفيف من وطأتها. مقابل هذه الزيادات لا يوجد رفع الأجور دكتور. هذا مشكل. فين حصل أنه الحوار الاجتماعي لم ينجح، ونقولها صراحة وقلناها أكثر من مرة في السنة الماضية. اضطرت الحكومة أن تتخذ إجراءات بطريقة أحادية أو فرادية، خاصة بالنسبة لإصلاح التقاعد. الآن لما كنتكلموا على الأجور ما نساوش أنه إذا دخل المشروع ديال إصلاح التقاعد إلى حيز تطبيق لإنقاذ الصندوق المغربي للتقاعد، فهذا سينعكس على أجور، لأنها سترتفع هذه الكوتيزاسيون، هذه المساهمات أو المشاركات ديال الموظفين أو الأجراء في الصندوق المغربي للتقاعد، وهي بطبيعة الحال تنعكس على الأجرة. إذا لم يتم مراجعة الضريبة على الدخل مثلا نحو التخفيض اللي تنعكس على الأجر ديال المواطنين، أو التدخل في اتجاه معين لتحسين مستوى الدخل عند المواطنين، فهذا طبعا سيؤثر عنهم، وهذه الزيادات اللي كاينه في الأسعار ستؤثر بطريقة مباشرة على دخل المواطنين. طيب سيف، كيف تتوقع رد النقابات على هذا؟ النقابات اتخذت قرارات، يعني فيها سلسله من القرارات اللي اتخذت، منها اللجوء الى منظمه العمل الدوليه، منها الاحتجاج امام البرلمان، منها القيام باضرابات اما عامه، منها يعني هناك اجراءات وهي المعروفه في العمل النقابي، يعني ما يمكنش نقولوا ان هناك اجراءات اكثر من هذه. يعني من طبيعه الحال الحكومه من المؤكد، لان أي بلد فيه يعني حوار ينجح فيه، المغرب يفتخر عادة بالحوار الاجتماعي ويعتز به ويريد أن ينجح، فأكيد أن الحكومة ستستجيب للجلوس على باش تجلس كما نقولوا بالدارجة نقول مع الناس، تجلس على الطاولة مع النقابات أيضا ستستجيب، ويمكن أن تأخذ المسائل خاصة بالنسبة لإصلاح التقاعد وبالنسبة لبعض الزيادات في الأجور تأخذ العصا من الوسط، وهذا أحسن بالنسبة للمغرب وللنقابات وللحكومة وللمواطنين. دكتور عبد العزيز الروماني الخبير في الاقتصاد الاجتماعي، شكرا جزيلا لكم على كل هذه التوضيحات. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة. نعود ونلقاكم في نشرة منتصف الليل. إلى اللقاء.